السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايلكم في فيديو جديد، فيديو حلو جدا باذن الله يعجبك ان شاء الله. هنعمل النهارده البكاكين او الكماج الفلاحي او القرص الفلاحي، الاسم اللي انتوا بتسموه. المهم هنعمل النهارده البكاكين القمر دي، ما شاء الله عليها حلوه جدا جدا. بطريقه سهله وطريقه بسيطه باذن الله، وان شاء الله تعجبك وان شاء الله تستفادي من الفيديو. بس بتمنى منكم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش امي وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. ام وابويا وجميع امواتنا ان شاء رب العالمين، وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي كل الدول العربيه، ان شاء الله ربنا ينصرهم وربنا يرحمهم من البرد اللي احنا فيه ده. بجد البرد السنه دي صعب جدا جدا. ربنا ينصرهم وربنا يعينهم على اللي هم فيه. النهارده البكاكين حلوه جدا واخده لون حلو قوي قوي ما شاء الله عليها، وطالعه كلها منتفخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتعجبك باذن الله ازاي ان هي تطلع معاكي منتفخه كده وعاليه معاكي كده ما شاء الله. وكمان ما تبقاش اللي هي مكتومه وتبقى لازقه كده في بعضها، لا، ما شاء الله مفتوحه كده من جوه زي ما انتوا شايفينها معايا في الفيديو ده. حلوه قوي وسهله وسريعه، والحاجات دي بتنفع قوي في رمضان، في سحور رمضان حلوه جدا جدا في سحور رمضان. لو هتعملي نص كيلو، وكمان الاطفال بيحبوا الحاجات اللي زي دي. بصوا، من المعجنات عامه بتبقى في البيت بيبقى لها طعم تاني وريحه تانية وحاجه. بصوا بتفكرنا بجزء ولو بسيط جدا من ايام زمان وريحه زمان. ما شاء الله، شوفوا بترتفع معايا وعالية معايا ازاي. هقول لكم الطريقة بإذن الله، وازاي ان هي تطلع معاكي مرتفعة كده في الفرن. ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو ونشوف طريقتنا ان شاء الله تعجبك بإذن الله. والمقادير يعني بسيطة وسهلة بإذن الله، هتكون موجودة في كل بيت بإذن الله. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو. اول حاجه في المقادير بتاعتنا، انا معايا هنا معلقتين خميره. حطيت عليهم حوالي 4 معالق ميه كده، او ربع كوبايه ميه، ومعلقه سكر، ودوبتهم كده مع بعض وركنتها كده على جنب. اول حاجه دي لو انت ما انتش متاكده من الخميره بتاعتك، بس هي الخميره معايا الحمد لله انا عارفه ان الخميره دي كويسه، بس قلت اقلب فيهم كوبايه معلقه السكر. باقي لسه معايا، بوريكم ان لسه معايا معلقه سكر واحده، يعني هو كل اللي احنا ضفناه معلقتين سكر على قد دقيق، على كيلو ونص دقيق. وحطيت عليهم 3 معالق لبن نيدو، ومعلقه كبيره مش مليانه قوي بيكنج باودر، وثلاث معالق سمسم او معلقتين سمسم. وفيك يعني تستغنى عن السمسم واللبن النيدو. حطيت رشه خفيفه يعني ربع معلقه او نص معلقه كده من الملح. وقلبت كل المواد الجميله دي معانا مع بعض كده، المواد الجافه دي كلها في الدقيق الاول. وبعدين نزلت بكوبايه زبادي. بصوا يا بنات، ما تستغنوش عن كوبايه الزبادي دي، بجد والله بتدي لها طعم وريحه وطراوه كمان للعجين، روعه. معايا هنا نص كوبايه زيت على سمنه. انا طبعا سيحت السمنه كده، دفتها يا دوب حاجات بسيطه كده على البوتاجاز، وعيرتها كده كوبايه نص زيت، يعني الربع زيت والربع سمنه. المهم طلع في الاخر نص كوبايه. ممكن تعمليه السمنه كلها، وممكن تعمليها زيت كلها، وممكن تعملي سمنه على زبده او زيت على زبده. بس بصراحه ما بفضلش ان هي تبقى كلها زيت، لان الزيت بينشف بس العجينه شويه. والخميره بتاعتي زي ما انتوا شفتها معايا بالشكل ده كده. قلبت الاول الزيت والسمنه كده بالدقيق في بعضه، ونزلت بالخميره. وبعدين هبدا اعجن باللبن الرايب. انا اللبن الرايب ده بيبقى، انتوا عارفين ان هو بيبقى كتل كده. فانا ضربته الاول في الخلاط وضفيته على البوتاجاز علشان يبقى طري معايا كده، يعني يبقى ناعم كده معايا زي ما انتوا شايفينه كده. وبدأت اعجن بقى. اهم حاجة تعجنيها كويس جدا جدا. العجينة دي لا بتبقى طرية قوي ولا بتبقى يابسة قوي، يعني بتبقى وسط كده، ما تطرهاش خالص علشان تعرفي تقطعيها وتعرفي تفرديها. فضلت اعجن فيها كويس جدا بقى كده. بصوا، اخدت شوية عجين حلوين علشان كل ما بتعجنيها كل ما بتديكي نتيجة احلى. هنا بقى بعد ما انا عجنتها كويس جدا، هغطاها بقى بكيس كده. كنت انا مولعه الفرن وطفيته، سخنته يا دوب شويه كده، وبعدين غطيت العجينه كمان بفوطه ودخلتها الفرن. ارتفعت معايا بالشكل ده، قعدت حوالي ساعه الا ربع. الجو برد طبعا جدا.
هبدأ اقطعها بقى، انت تقطعها الشكل اللي انت عايزاه، يعني المقاس اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه. القطع دي بترجع لك انت، سواء عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، دي بترجع لك انت. معايا هنا صينية رشتها رشة خفيفة كده من الدقيق، لازم ترشها دقيق علشان ما يلزقش معاك، وبدأت اقطعها بقى بالشكل ده. انا ما كنتش لا مكبراها قوي ولا مصغراها قوي. جينا هنا بقى حته الفرد، لما تيجي تفردي ما تفرديش على دقيق كتير ولا ترش على وشها دقيق. انا بقيت اعمل الفراده بتاعتي كده على الدقيق وافردها بقى بالدقيق، بفردها من غير دقيق علشان الوش بتاعها ما يبقاش زي المجرب كده معاكي، ويبقى شكلها حلو. والسمك بتاعها يمكن اقل من سنتي، ما بيبقاش عالي قوي. لا ترققيها ولا تتخنيها، لو تخنتيها مش هتبقى معاكي حلوة برضو، مش هترتفع معاكي زي ما انت شايفاها كده، مش هتديكي النتيجة الحلوة اللي انت عايزاها. ولا ترققها، وطبعا لو اترققت قوي هتتحرق منك ومش هتطلع معاكي برضو حلوة كده. الطريقة النهاردة حلوة جدا، والعيش ده بصم او الكماك ده حلو جدا جدا في رمضان. بصي لو نص كيلو دقيق هتعجنيه وتعمليه وفي فرن البوتاجاز، ولو انتوا عايزين اعمله لكم في فرن البوتاجاز باذن الله اعمله لكم برضو في فرن البوتاجاز. بنص كيلو دقيق هتعملي كذا كام رغيف، وتستحري منهم، بيبقى حلو جدا وريحته حلوة قوي قوي. شوفوا طالع معايا عامل ازاي، ما شاء الله، روعة الروعة، شكله حلو جدا. ده اخر رغيف بقى اللي في الفرن. انا كنت بقى عامله صينيه كفته كده، قلت بما ان الفرن البلدي شغال ايه اعمل صينيه الكفته فيه. عملتها وبصوا كانت ريحتها والله العظيم تحفه. وعملت الفحم، كنت مولعه على الفحم في الجنب اهو. ده اخر رغيف، شوفوا من اول رغيف لاخر رغيف طالع معايا ازاي. اهم حاجه النار تكون هاديه وحلوه كده، ما تكونش عاليه عشان ما تسلقوش معاكي.